السلام عليكم ورحمة الله متابعينا وطلبتنا الأعزاء. بهذا الفيديو الجديد اللي بإذن الله راح نلخص أهم قرارات وزارة التربية بما يخص طلبة الامتحانات الخارجية بما فيهم السادس الابتدائي والثالث متوسط وأيضا بالنسبة للسادس الإعدادي. فمثل ما نلاحظ هنا الصورة اللي قدامكم، الاجتماع اللي حصل بين النائب أو عضو لجنة التربية النيابية محمود القيسي يلتقي بمعالي وزير التربية، وناقشوا من خلالها سنوات الانتظار. وبعد قدمنا طلبا لمجلس الدولة بتقليص سنوات الانتظار إلى 25 سنة مراعاة لظروفهم، وأيضا ناقشوا من خلال هذا الاجتماع ضرورة تحسين المعدل وأيضا بالنسبة لشمول طلبة الثالث متوسط بنظام المحاولات. وكل هذه الأمور تمت مناقشتها في خلال هذا الاجتماع، وبإذن الله في غضون الأسبوع المقبل سيتم إصدار القرارات المهمة والعاجلة اللي راح تكون مفرحة إلى جميع الطلاب، واللي راح تكون صراحة يعني مفيدة إلى جميع الطلاب. وكلنا نعلم أن وزارة التربية تسعى جاهدا من أجل خدمة الطلاب، من أجل توفير كل الأشياء اللي تحتاجها الطالب حتى تقوم العملية التربوية بشكل كبير وناضج ومفيد إلى جميع الطلبة. طبعا متابعينا وطلبتنا الأعزاء، هنالك بعض الأخبار اللي جاي تداول بشأن تقديم الخارجي، طبعا مستمر بشكل انسيابي ما بأي مشكلة. أيضا تربية ذي قار وجهت إدارات المدارس بشأن تيسير المعاملات إلى المتقدمين إلى طلبة الخارجي بما فيهم السادس ابتدائي والثالث متوسط. ايضا مثل ما تلاحظون هنا قدامكم هنا مجموعه كبيره من اسماء المشمولين والغير مشمولين بتربيه الانبار وتحديدا الرمادي. هنالك عدد كبير من الطلاب المشمولين. طبعا انا الاسماء نشرتها عبر قناتي التليجرام، تقدرون تبحثون عن قناتي التليجرام وتشاهدون كل اللي تشاهدونه باذن الله. تحياتي للجميع. اذا عندك سؤال او استفسار اتمنى ان تترك لي في صندوق التعليقات. شكرا لكم على حسن المشاهده والاستماع. تقبلوا تحياتي، اخوكم الاستاذ حسين القريشي، مع الف سلامه.